السلام عليكم مشاهدي الكرام، تحياتي لكم من ريماس فراولاتي. حبيبي لا تنسوا دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على موضوعين بإذن الله، كلهم كيخصوا الفنانة بسمة بوستيل. الأول المشاكل اللي لقات أو المحاربة أو الهجوم عليها من أصحاب الأغنية على الفنانة بسمة بوستيل، والنقطة الثانية هي دخول محامية الفنان تامر حسني على خط القضية. ففيما يخص الأغنية فنجاح ديالها والنجاح ديالها الكبير والباهر اللي حتى واحد فينا ما كنكرو، لاني انا صراحه ما كنتش كنعرف الاغنيه ديال تمن. انا كنت نعتقد انها اغنيه جديده لاول مره كتاديها الفنانه بسمه بوسيل، الى ان عرفت بان هذا المقطع من الاغنيه كيرجع لواحد المطربه اللي اسمها هبه طوجي. فالنجاح الباهر والكبير اللي لقاته الأغنية أزعج هبة طوجي وفريق العمل ديالها، خصوصا أن بسمة كتربح عندها أرباح مالية من هذيك الأغنية، لأن استغلتها في الدعاية للمنتوجات التجميلية ديالها، وفي نفس الوقت اللي انطلاقة جديدة لها في عالم الغناء من بعد 12 سنة اعتزال من الغناء. الشيء ازعج هبه، الشيء اللي اضطر انها تراسل اليوتيوب باش يحذفوا الاغنيه من اليوتيوب. كذلك تواصلت مع الاداره الانستغرام، لان الفنانه بسمه بوسيل دايره او انها حطات او بوستات او اعلانات على رجوع الغناء بهذاك الفيديو على الصفحه الرسميه ديالها في الانستغرام. بسمه بوسيل خرجات وردات على هبه طوجي بهاد ستوري. شكلي في ناس الكوفر الأخير زعلها جامد وبيحاولوا يمسحوا كل شي من صفحتي. فكان هذا رد بسمة بوسيل على صفحتها الرسمية انستغرام عبر خاصية ستوري على المغنية اللبنانية هبة طوجي. فصراحة ونصيحة مني أنا من الناس اللي كيبغوا الفنانة بسمة بوسيل، خصوصا أنها انطلقت في مجال الغناء وفي الوسط الفني من جديد بعد اعتزال دام 12 سنة. أتمنى أنها ما تطيحش أو ما تسقطش في فخ المعاطية، في فخ أرد عليا أرد عليك عبر السطوريات، وتدخل في متاهات هي في غنى عنها واحد المستنقع اللي غادي يضرها أكتر ما غادي ينفعها. خليها نبقاو نشوفوها راقية وكيوت ومتخلقة كلاس كيف كنقولوا، ونتمنى انكم تشاركوني نفس الرأي، لان انا صراحة ما كيعجبونيش هاد السطوريات الكتيرة. عندك حق تشوفي انك انظلمتي او انك كاين شي مشكل يتعالج في الواقع عبر المحامي عبر القانون، وليس عبر تلقيح الكلام او رشق الكلام على الناس في السطوريات. فنتمنى تكون فكرتي وصلت. كذلك انا غادي نتكلم وبحيازيه في هذا الموضوع ونعطيك الرأي ديالي. فانا كنشوف بان المطربة اللبنانية والتصرف ديالها فهو عادي جدا، او ردة الفعل ديالها فهي عادية جدا، لان مني انا وجبد يعني واحد العمل نتعب عليه، نبحث نأدي نخسر عليه الفلوس، ولو ما يكونش ناجح ويجي انسان اخر ويعيد العمل وينجح بهذيك الطريقة الرهيبة واكثر من ذلك، يستعمل في اعلان ويدخلوا منه فلوس، وانا كيف كيقولوا المصريين اطلع من المولد بلا حمص. فهذا يعني اسلوب غير حضاري من بسمة. كان عليها انها تواصل مع الفنانة تاخذ الموافقة ديالتها، ولا كان هناك مقابل يتفقوا على المبلغ المالي اللي غيتعطى للسيدة او النسبة اللي غتاخذ من الارباح ديال من الأغنية. ونتمنى الفنانة بسمة بوسيل المرة المقبلة إن شاء الله تكون أكثر احترافية في هذه المواقف، وتمشي عادل كيف كيقولوا الإخوة المصريين، سير عادل يحتار عدوينك فيه. والإدارة الأعمال ديالها تكون يعني حرفية أكتر، لأن ماشي معقول أن إنسان يجي يتطاول على واحد العمل وياخده ويدخل منه الفلوس وما ياخدش موافقة. فعادي ردة الفعل ديال المطربة اللبنانية. انا ما غاديش نجي على بسمة لانها بنت بلادي، فالعمل عمل والمعقول معقول. بكل حيادية كنقول لكم بان بسمة بوستيل غالطة في هذا الموضوع، في حالة الى ما كانتش خدات الموافقة من المغنية اللبنانية، فمن حقها ترياكتي
ودير هذه ردة الفعل عادي جدا، بلا عنصرية، بلا ما تهاجموا السيدة، بلا ما تضربنا النفس على بنت بلادنا. فالحق حقه، خلاتها واحد السيدة. ندوز للنقطة الثانية. الموضوع الثاني في الفيديو هو تدخل محامية الفنان تامر حسني على خط موضوعهما، وعبر خاصية ستوري انستغرام نشرات التالي. هكذا علقت محامية الفنان تامر حسني عبر صفحتها الرسمية بالانستغرام وعلى خاصية ستوري: نفسي كل واحد يخليه في خيبته التقيلة ويخليه في حاله، وما يعملش فيها مصلح اجتماعي وكفاية مزايدة وكاتشانة محسسيني ان حياتكم بامبي. كلكم لو كل واحد فيكم ركز مع نفسه احتمال ما يعرفش ينام من الوكسة اللي هو فيها. دعوا الخلق للخالق وادعوا للي بتحبوهم بظهر الغيب. مش لازم تعيشوا اللحظة على السوشيال ميديا عشان يبان انه كده يوركار وانتو اكتر ناس شمتانة. بلاش متجرة على اوجاع الناس. صراحة أنا متفقة مع المحامي ديال تامر حسني، لأن مجموعة أو بعض القنوات، باش ما نعمموش لأن التعميم لغة الجهلاء، بعض القنوات لا سمحهم الله والصفحات على التيك توك والانستغرام وكذلك قنوات في يوتيوب اللي مروا مجموعة من المغالطات، واللي خلقوا مجموعة من القصص اللي لا أساس لها من الصحة. أكثر من ذلك بغاو يخلقوا واحد الفتنة بين الشعب المصري والشعب المغربي، وحنا الحمد لله ما عندنا حتى مشكلة مع المصريين، والمصريين ما عندهم حتى مشكلة مع المغاربيين. بالعكس، علاقاتنا التاريخية كتقول بأنهم حبابنا وخوتنا، ودائما كندعموهم وكيدعمونا. فهذا مشكل بسيط جدا كيوقع في أي مجتمع، في أي عائلة، في أي بلد. فقط الموضوع كيختلف كون أن تامر حسني هو وجه معروف وهو نجم مصري، وكذلك الفنانة بسمة بوسيل، وأنهم خرجوا مشكلتهم للعلن. بزاف ديال الإشاعات تخلقات ومجموعة من القصص اللي نتجات على هذا الموضوع وكبرات وتأولات، من بينها هاد البوست اللي صادفته على الانستغرام. يارا السكر ترفض الكلام عن زوجها تامر حسني وسط أخبار تؤكد انتقالها للعيش معه في منزله بعد انتقال بسمة بوسيل إلى منزل مستقل لها ولبناتها، وتأهيلهم وتهليهم على الوضع الجديد بعد الطلاق والحياة الجديدة التي اختارها الطرفين. فهاد الأخبار هي كاذبة لا أساس لها من الصحة. كاينة أخبار أخرى كتقول بأن يارا السكري حامل من تامر حسني، وهاد الأخبار كلها عارية من الصحة. فالفنانة بسمة بوسيل في المنزل ديالها مع الأهل ديالها، مع الأم ديالها، مع الأخ ديالها، عايشة السعادة بخير الحمد لله. الفنان المصري تامر حسني كان في الأردن حيا واحد الحفلة ونجحات ليه تبارك الله. بركة من تمرير مغالطات والكذب فقط من أجل السونس، ومن أجل الإنسان أنه يطلع القناة ديالو أو أنه يطلع في ترند. فالواحد هاد الناس ديال القنوات وديال الصفحات من الأحسن ياخدوا الخبر أو ينقلوا الخبر من الصفحة الرسمية الفنان تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل، أو جرائد رسمية، مواقع كبيرة لأخبار ديالها موثوقة. فكان هذا فيديو اليوم. إخواني أخواتي، ما تنساوش دعم القناة باللايك، الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نقطة أخرى، تفاعلوا معنا في الكومنتات، كيعجبني أنني نتواصل معكم عبر التعليقات ونعرف الرأي ديالكم. فما تبخلوش عليا بتعليقاتكم وآرائكم القيمة اللي كتضيف للقناة وحتى نصائحكم، فمرحبا بها وألف مرحبا. باي باي عليكم، أحبكم في الله.